مساء الخير. كابتن سيد عبد الحفيظ للتربية والتعليم. اتفرج. وحسام عبد المجيد هو هدف للنادي الاهلي في الفتره القادمه من نادي الزمالك، ده قولا واحدا يعني من اللعيبه. النادي الاهلي عنده اهتمامات كبيره جدا. بص كابتن احمد عمل ازاي. ده رايك انت يا مهم. ايه ده رايك انت. مش عارف، دي معلومه. ومين قال لك ما كانش عندنا اهتمامات؟ إيه؟ في مواعيد كنسلتها مع ناس مهمه جدا ومع ما كابتن، ما هو ده كلام ما منافسين. بيحصلش. ناس منافسين. ما كلها كلام، لا لكن الحمد الاهلي لله معايا بينافس. انا حاجه بتحصل، ما ماشي، تقلقش بس عنها. الاهلي بينافس. معايا انا حد بيحصل. الاهلي بينافس. انا باخد حريتي بقعد بعمل اللي انا عايزه. طيب بص انا انا عايز اقول حاجه بس صغيره. قول لي بس حسام عبد المجيد ما تتوهنيش، ما تقولش ده انفراد ليك. الراجل أنا ده من اسال سؤال زمان. بس اسال سؤال. يعني انا عندنا ماتش بكره واهلي زي كنت قاعد راجل محامي تقعد بقى حسام عبد ملهاش المجيد علاقه، وده. ملهاش علاقه. طب انا في اسماء في النادي الاهلي اقسم بالله نازله في تشكيل عايزه تقعد معايا. التشكيل بتاع النادي الاهلي بكره انت هتعملها غم ليه؟ ما هو اقسم بالله في ناس في تشكيل النادي الاهلي بكره عايز تقعد معايا. انت قاعد فين يا كابتن؟ ايه؟ انت قاعد فين؟ في اي حته بقى. طيب. انا بحلف بالله يا كابتن سيد عيب انت هتكلمني بحلف بالله. طب ايه هو لا التسجيل لا 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 والله. لا في لعيبه اقسم بالله ده ما انت ما عملت الحلقه كده. وطالما اقسم يبقى هتعمل قول يا حلو، قول قول يا حلو قول. الاستقرار الاداري، الاستقرار الفني، وضع طبيعي جدا. انا لما هاجي افكر اللي هيخليني اجدد مع فرقه او انتقل لفرقه، نمره واحد اسم الفرقه، استقرارها بقى الاداري، استقرارها الفني، عشان اضمن فلوسي. تمام؟ ما انا لو ضمنت فلوسي او ضامن ان انا هاخد فلوسي مليار في المية، مليار في المية، فبالتالي القرار هيبقى عندي سهل. فاللي هيجدد او اللي بينتقل هيبص للنقطه دي. فانت في مصر في الوقت الحالي ممكن يبقى في نادي عنده استقرار مالي حلو، وده موجود في مصر يعني من غير ما نتكلم في اسماء عشان ماتش بكره زي ما كابتن احمد قال، وواحد تاني عنده استقرار مالي واداري. فالاختيار هنا بيبقى سهل جدا. الموضوع مش موضوع قعدات او موضوع ان انا لعيب طماع او لعيب ما اعرفش ايه او هو لا لعيب ده هو بيختار- عندك يا سيد، يعني اقول لك حاجه، اختار النادي الأفضل. الاهلي لما يكون عنده تجديد في لعيب، الاستقرار ده بيخليه ريلاكس وبيفكر براحته وبيحط شروطه. وبيحط شروطه، وممكن ما يجيش في الميعاد المناسب. انا بحكي لك الناس جوه المطبخ، تمام. واخد بالك؟ فانت النهارده كابتن احمد بس ما تلوموش في حاجه. بس كابتن احمد عندهم سنه، بقى لهم سنه ونص. حلو. لا خالص، يعني لا يلام في انا أي اكمل لك شيء. بس لا، اكمل لك بس. آه. انا لما اجي اخش في منافسه تعاقديه مع كابتن احمد، تمام، انا كنادي اهلي ولا حاجه، مش تبقى قلقان قوي. ده مش غرور من الاهلي، ده توابع استقرار كبير جدا جدا. لكن انا لو هقعد مع كابتن احمد، وده احنا عايشين على فكره، لو هقعد مع كابتن احمد انا مش ضامن كابتن احمد اصلا هيبقى موجود على الفرقه ولا لا. هو في اول موسم مشرف على الكوره، بعد شويه مش على الكوره، بعد سنه ممكن ما يبقاش اصلا المجلس ده موجود، بعد سنتين لا قدر الله مثلا. وده نادي كبير، نادي الزمالك مش نادي صغير يعني، بتكلم بمنتهى الخير والله. لكن انا في النادي الاهلي انا عارف لو مشي خالد بيبو في محمد شوقي، لو مشي سيد في بيبو، الكل ماشي على نفس الوتيره. فبالتالي انت الفرق هنا بقى في فرق في الاستقرار والماده بتبقى عند النادي الاهلي بشكل كويس قوي، والاهلي بيستغلها بشكل حلو، وده حق.